هنعمل صينية وراك، بس حاجة كده زي ما بيقولوا كده فاخر من الآخر. حاجة كده حلوة قوي وجميلة وطعمها تحفة. ولو عملتيها بقى على سفرة كده لما يكون عندك عزومة، صدقيني بجد بجد يعني هياكلوها ويشكروكي. حلوة قوي وجميلة. تعالوا بقى ندخل مع بعض المطبخ ونقول ونصبح ونقول يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. يا رب تكونوا جميعا تكونوا بصحة وعافية. واوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة ايه؟ النهاردة تاني يوم في رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. ربنا يا رب يقضي ايام رمضان في الخير والبركة. طبعا عارفين اول يوم بقى عملنا صينية المكرونة البشاميل، وعملنا الفراخ وعملنا البط والكلام ده. اكيد طبعا في بواقي من الاكل. فانا قلت بقى طالما في بواقي من الاكل اعمل حاجة كده بسيطة، ايه هي؟ صينية الوراك، وجنبيها كده رز ابيض. وايه، واليوم بفضل الله يعدي على خير، وبواقي الاكل الولاد ايه ما يعترضوش وياكلوا. جبنا بقى البصل قطعناه جوليان زي ما انتوا شفتوا كده، ومعاها بطاطساية واحدة بس. الأكل صدقوني في رمضان بالذات لما بيقعد محدش عايز ياكل أكل بايت، كله عاوز ياكل أكل صبح. فهي بطاطساية واحدة زي ما انتوا شفتوا كده. وهعمل ايه؟ وقرن فلفل كده. عايزة بقى ايه يعني زي ما يقولوا كده يديها ايه يعني نكهة كده حلوة. ما تقلقوش، مش هيخليها سبايسي ولا حاجة. هيخليها عادية خالص. قرن الفلفل دوت مش هيأثر على صينية الايه الوراك اللي احنا هنعملها. وطماطمتين زي ما انتوا شايفين كده برضو بنقطعها مكعبات. تمام كده. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم بقى صينية الوراك دي لو عملتيها بقى على السفرة كده يكون عندك عزومة، صدقيني هيشكروكي. زي ما شفتي كده صينية الايه الصينية بقى اللي فيها الحاجة بتاعتنا والخضار بتاعنا. هنا ايه بقى؟ هنا جبت وراك، بس الراجل الله يكرمه يعني جبتها بالتليفون، يعني اتصلت عليه جابها لي كبيرة. فانا قعدت افكر الكبيرة دي اعمل فيها ايه. هقول لكم دلوقتي هنعمل فيها ايه. انا مش حباها وهي كبيرة كده ان انا احطها في الصينية. ففضلت ان انا اعمل ايه، ان انا اخد كل ورك كده واقطعه ايه على اتنين، افصل ده عن ده. حتى على القلي يبقى شكلها حلو وهي بتتعمل، وفي التقديم يبقى شكلها ألطف من ايه، من انها تكون ورك على بعضه. لانه ما شاء الله يعني بتاع الفراخ اتوصى كده بيا وبعتهم لي ايه كبار، وانا طبعا مش هقدر ارجعهم تاني. مش بحب الكبير قوي ده، بس خلاص هي جت وامرنا الى الله وحده. هنقطع بقى الوراك كلها زي ما قلنا كده. بس انا عايزه اقولك قبليها انا كنت غسلتهم في المحلول بتاعها اللي هو عباره عن ايه، عن ميه طبعا وملح وسكر وليمون. يبقى ميه وملح وسكر وليمون بنقعها حوالي ربع ساعه، وبعدين بشطفهم لان النقاع الكتير هيزفلك الايه الفراخ بتاعتك، ايا كان بقى من نوع من انواع الطيور. هي ربع ساعه تلت ساعه بكتيره وتشطفي على طول. تمام تمام، ما تزوديش عن كده. هنا بقى زي ما شفتي كده باخد كل ورك بفصل ايه بفصله عن بعضه. تمام تمام. واحنا طبعا في شهر رمضان اوعوا تنسوا اذكر نفسي واذكركم بصلاة التراويح. بركة وقرب من الله وحب في الله عز وجل. وده بيجي صلاة التراويح بتيجي مرة في السنة. يعني زي ما بيقولوا كده نجاهد نفسنا شوية ونصليها بإذن الله، وربنا يكفينا شر الشيطان ووسوسة الشيطان. قطعنا بقى بفضل الله خلاص، وجينا بقى ايه نعمل ايه بقى في البصل الجوليان. احط عليه بقى التوابل اللي انا عايزاه، اللي هي طبعا عبارة عن الملح الاساسي، فلفل اسود، تمام، وكمون، بابريكيا. وهنا حطيت كاري. يبقى انا حطيت عادي الملح والفلفل الاسود وهنا جنزبيل. ويبقى حطينا ملح وكمون وفلفل اسود وجنزبيل وقرفة، وطبعا وكمون وايه وكاري وجنزبيل قلت لكم طبعا. هنا بقى باخدها كده ايه بسرعه كده البصله بايديكي كده تدعكيها دعكه حلوه كده
علشان عايزة اقول لك البصلة دي اللي هتخلي لك الفراخ او الوراك تحفة تحفة تحفة. لما بتعمليها كده بايديكي صدقيني هتجربي بقى وشوفي بقى جمال الفراخ بتاعتك ايه. وبعدين بقى تمسكي الفراخ او الوراك ايه وتتبليها من جوه كده، تحطي فيها يعني البصل. وعايزه اقولك بقى بصي هتعمليها انسي بقى، هتلاقيها طعمها تحفه. والخضار اللي معاها كمان هيبقى طعمه حلو قوي، هيشرب بقى من البصله بتاعتنا الحلوه ديت. تمام. وهنا بقى خلاص انا ايه تبلت الفراخ دي كلها. هعمل ايه بقى؟ اقلب كله على بعضه تقليبه كده حلوه على بعضه كله، البطاطس مع الطماطم مع الفلفل طبعا مع باقي البصل. عايزه اقول لك حاجه حلوه. او هنا بقى بعمل ايه؟ برش بقى عليها، هرش عليها معلقه من الزيت، معلقه كده ولا معلقتين من الزيت. عايزه اقول لك بصي هيودي الصينيه دي في حته تانية خالص خالص. هنا بقى كان عندي ايه؟ باخد معلقه من الهريسه اللي انا عاملاها، كنت عاملاها معاكم برضو. وعايزه اقولك معلقه الهريسه دي اثرت فيها قوي وعملتها جميله وطلعتها طعمها حلو قوي. حطي معلقه من الهريسه اللي هو الفلفل الاحمر اللي احنا بنضربه في الخلاط وبنحطه في الفريزر. عايزه اقولك جميل قوي. هنا بقى معلقتين من الزيت كده فوق الوش، وسبتها حوالي ربع ساعه مع نفسها. وبعد كده على البوتاجاز، ولا حطيت فرن ولا اي حاجه، فوق البوتاجاز وغطيت بيها بغطا كده كبير وايه وخليت النار هاديه عليها. عايزه اقول لك وبعد كده بقى بعد ما استوت حطيت لها من فوق الوش صلصه ودخلتها تحت الشوايه. عايزه اقول لك طلعت اهو. بصي انا مش هتكلم، انا هخليكي انت اللي تقولي وانت اللي تحكمي. تحفه. والخضار بقى طعمه جميل والبطاطس ايه طالعه زي العسل. سبحان الله، حلوه قوي وجميله قوي والله العظيم. اعمليها وجربيها ويبقى يوم بفضل الله عدى معانا على خير. ولو في عزومة بقى هتحطي الشكل ده، عايزة اقولك هيشكروكي بجد، هيشكروك. طلعت تحفة حلوة قوي بفضل الله وطعمها جميل ومظبوط فيها كل حاجة. التوابل اللي اتحطت ظبطت لها كل حاجة بفضل الله. واللهم لك الحمد. وكل سنة وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم طيبين. هنا بقى هنغرف كده في الطبق عشان اوريكم الشكل هيكون شكله ايه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والتشير وتفعيل الجرس. نورتيني في قناتي، اهلا وسهلا بيكي. واوعوا تنسوا الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خدي بالك بقى من الصوص اللي نازل ده. بصي اللون، لون بقى الكاري اللي احنا حطيناه. بصي طلع لك لون الصوص بتاعها عامل ازاي. تحفة. يتحط بقى على شوية رز ابيض كده، صدقيني هيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. وده بقى الطبق بتاعنا بتاع النهارده بفضل الله. وعايزه اقول لك حاجه كده حلوه وحاجه شياكه، ولو عملتيها على عزومه هيبقى شكلها شيك. وبجد بجد الطعم كمان حلو قوي. بس حطي عليها التوابل اللي قلتلك عليها وخاصه الكاري وهي تطلع معاكي حلوه قوي. وزي ما اتفقنا اوعي تنسي اللايك والشير وتفعيل الجرس. وارجع اقولك اوعوا تنسوا صلاة التراويح، اوعوا تنسوا ختم القرآن في شهر رمضان. ده شهر واحد في السنة. جهاد في سبيل الله، ده اسمه جهاد. لما بنتعب وبنجاهد اسمه جهاد في سبيل الله، ليه أجر عظيم. وفي النهاية أقول لكم بحبكم في الله.